أهلا بيكم في رحلة استكشاف أسرار الثراء القديمة. اليوم هنتعلم من حكمة أغنى رجل في بابل أركاد. أركاد كان مجرد شاب فقير لكنه أصبح ثري جدا، والسر مش في السحر، السر في القواعد البسيطة دي. القاعدة الأولى: ابدأ بتعبئة كيس نقودك. لازم تدخر جزء من كل قرش تكسبه، حتى لو كان مبلغ صغير. الادخار هو البداية. العبرة هي احتفظ بالعشر على الأقل. تخيل إنك بتشتغل ل9 شهور بس لنفسك، والشهر العاشر مدفوع. ده الفرق بين إنك تعيش على الديون وإنك تبني الثروة. القاعدة التانية: سيطر على نفقاتك. ما تخليش رغباتك تسيطر على محفظتك. كتير من اللي بنعتبره ضروريات هو في الحقيقة كماليات. اكتب كل اللي بتصرفه عشان تعرف الفلوس بتروح فين. خلي ميزانيتك هي اللي تخدم أهدافك مش العكس. الادخار مش حرمان، هو تأجيل للرضا عشان هدف أكبر. لازم الفلوس اللي بتدخرها تكون محصنة ومحمية. القاعدة الثالثة: اجعل ذهبك يعمل من أجلك. الفلوس المدخرة لازم تتضاعف، لازم تستثمرها صح. الاستثمار هو مفتاح تحقيق الحرية المالية. شوف الفرص اللي بتجيب عائد دوري. خلي كل قرش تكسبه يجيب لك قرش تاني. ده هو مفهوم العبيد الذهبية اللي أركاد اتكلم عنها. 24. القاعدة الرابعة: حماية رأس مالك من الخسارة. لا تتبع إغراءات الثراء السريع أو الاستثمارات المشبوهة. استشر دائما الخبراء والحكماء قبل أي قرار استثماري. أركاد قال: لا تضع كل بيضك في سلة واحدة. الأمان هو أهم شيء في بناء الثروة. تعرف إن رأس مالك هو مصدر دخلك المستقبلي. ما تغامرش بفلوسك اللي ادخرتها سنين طويلة. القاعدة الخامسة: امتلك بيتك، امتلك مأواك الخاص. الإيجار بيستهلك كتير من دخلك بدون عائد. لما تمتلك بيتك ده بيوفر لك أساس متين للثروة. دفع القروض العقارية هو استثمار مش مصاريف. البيت هو أكبر استثمار ممكن تحميه وتستفيد منه. ده بيقلل نفقاتك الشهرية وبيزود قيمتك الصافية. القاعدة السادسة: تأمين دخلك للمستقبل وشيخوختك. فكر في المستقبل في الوقت اللي مش هتقدر تشتغل فيه. لازم يكون عندك خطة تأمينية أو استثمارات طويلة الأجل. المال اللي بتدخره لشيخوختك لازم يكون محمي ومضمون. حتى لو مبلغ صغير شهريا، الاستمرارية هي المفتاح. لا تعتمد على الآخرين في كبر سنك، كن مسؤولا. القاعدة السابعة والأخيرة: ارفع قدرتك على الكسب. الاستثمار في تطوير الذات هو أفضل استثمار على الإطلاق. العلم والمهارة هم العملة الأغلى والأكثر استدامة. لو زادت مهارتك هيزيد طلب السوق عليك. اقرأ وتعلم باستمرار وطور أدواتك في العمل. كن دائما الأفضل في مجالك. اجتهد ولا تتوقف عن التعلم. هذه هي القواعد السبعة اللي حولت أركاد لأغنى رجل في بابل. إنها قواعد بسيطة لكن تطبيقها يتطلب انضباطا. تذكر: ابدأ بالادخار، ادخار العشر، ثم استثمر هذا العشر بحكمة وأمان. ولا تشتري إلا ما هو في حدود إمكانياتك. كتير من الناس بيفشلوا عشان بيحاولوا يعملوا العكس، بيصرفوا الأول ويفكروا في الادخار بعد كده. أركاد قال: كلما عملت بجهد أكبر كلما زاد الحظ الذي سيأتيك. النجاح مش صدفة، النجاح هو نتاج تخطيط سليم وجهد متواصل. حتى الديون ممكن التخلص منها لو التزمت بالخطة. جزء من الادخار لازم يخصص لسداد الديون القديمة. لا تدع الديون تكون سيفا مسلطا على رقبتك. تذكر أهمية استشارة من لديه الخبرة في الاستثمار. المستشار السيء بيخسرك رأس مالك حتى لو كان نيته طيبة. احمي أصولك بأي ثمن، الأمان المالي أولا. استخدم الحرية المالية اللي هتوصل ليها لزيادة الخير. هدف الثراء مش الفلوس بس، هدفها راحة البال والقدرة على العطاء. أبدأ الآن، مش لازم تستنى لما يكون معاك مبلغ ضخم. الوقت هو أهم عنصر في معادلة الثراء المركبة. استغل قوة الفايدة المركبة لصالحك. لا تستسلم للإحباط إذا فشلت استثماراتك الأولى. كل خبرة بتعلمك إزاي تكون مستثمر أفضل. تذكر دائما القواعد السبعة لأغنى رجل في بابل: الادخار، التحكم في النفقات، العمل، الحماية، البيت، التأمين والتطوير. التزم بهذه المبادئ وسترى ثروتك تتنامى مع الوقت.
شاركنا رأيك في التعليقات. إيه القاعدة اللي هتبدأ بيها النهاردة؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. شكرا للمشاهدة.